مرحبا مشاهدي أورين 360. نتوجه اليوم من مدينة السليمانية إلى إحدى أهم المهرجانات في كردستان، وتحديدا في محافظة حلبجة، وهو المهرجان السنوي العاشر للرمان المقام هناك. تقريبا كل السيارات الظاهرة بالفيديو تتوجه إلى المهرجان، والأجواء الماطرة حتكون إلها كلمتها بالنهاية. وصلنا إلى محافظة حلبجة والشوارع كانت مزدحمة جدا، وكم هائل من الناس من كردستان وباقي المحافظات العراقية متوجهين إلى المهرجان. هذا المهرجان بنسخته العاشرة يقام سنويا في الحديقة العامة للمدينة. كل قرية في منطقة حلبجة وهورمان يأتون بحصادهم من ثمار الرمان ويعرضونها للبيع بأشكال مختلفة في هذا المهرجان الرائع. والنسوة الكرد لهن حضورهن الخاص في هذا المحفل الجميل. تستطيع تجربة طعم الرمان كعصير أو حبات مفروطة أو على شكل دبس الرمان اللذيذ جدا. ما شاء الله ما شاء الله. ناري درجيكم لا مروا بها نارك يا خاله وني عنبه كاني وني وباخ دوري. الرمان الشهير لقرية سازان. وهنا أنواع المخللات والمربى المنزلي الصنع من عمل هذين الزوجين الجميلين. الأمطار بدأت بالتساقط والناس بدأوا يحتمون تحت الأسقف، وهنا تغيرت الأجواء تماما، إذ إن تساقط الأمطار أنهى اليوم الثاني للمهرجان بهذا الشكل. ولهذا ما قدرنا نكمل تغطية كامل فعاليات المهرجان. باعتقادي كان من الممكن تحديد أيام يكون فيها الطقس مشمسا. شخصيا كانت تظهر لدي على الموبايل بأن الأجواء تكون ماطرة أثناء المهرجان، وكان يجب أخذ الطقس بنظر الاعتبار. في النهاية أهلا بالمطر والأجواء الباردة الرائعة والبركة فيها. لا تنسونا بالاشتراك بالقناة، وعلى المهرجان الجاي بالسنة الجاية من حلبجة دمتم سالمين.